ويا أهلًا وسهلًا بالحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ودايمًا مبسوطين وفرحانين ومتجمّعين، رمضان كريم خلاص على الأبواب، كل سنة وأنتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير والسعادة ودايمًا كده تكونوا فرحانين يا رب، وبما إنكم بقى هتتجمّعوا كتير على السحور ومحتاجين زبادي، جيت لكم بطريقة زبادي بُصّوا خيال. أول حاجة هتتعمل في نُص دقيقة، نُص دقيقة يا نيمو، أيوه نُص دقيقة، وكمان ركّزوا معايا ولا هنحتاج لفُرن ولا لصينية بمَيّة ولا لماكينة زبادي أصلًا ولا أي حاجة، فيالّا بقى لايك للفيديو ده وشير كتير عشان كل اللي عايز يعمل زبادي طِعِم وكإنِّك بتاكلي قشطة كده أطعم من المحلات بمراحل يا جماعة، وموفّر جدًا، جدًا، جدًا. كيلو اللبن هيعمل لكم 10 كوبايات زبادي ويمكن أكتر، فيالّا بينا نشوف الطريقة وشيّروا الفيديو كتير على قد ما تقدروا، وكل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم يا حبايب قلبي. يالّا بينا يا حلوين نعمل بقى الزبادي القمر بتاعنا. بُصّوا، أول حاجة بقى أنا جِبت لبن بلدي طبعًا من اللبّان، حاجة كده بخيرها، حاجة كده يعني عارفين ترُم العضم كده، بتجيبيه طبعًا وبتغليه. أول حاجة لازم نغلي اللبن، خلاص؟ طيب درجة الحرارة المناسبة إيه؟ اللي ما عندوش ترمومتر طبعًا زي حالاتي كده، أنا باعرف اللبن إزاي؟ لإن في درجة حرارة لازم تكون مناسبة جدًا لنجاح الزبادي. أنتِ بتحطّي صباعِك في اللبن بعد ما بتغليه، يعني تستني عليه شوية قيمة مثلًا 5 دقايق وتحطّي صباعِك. لو أنتِ ما استحملتيش خالص، خالص إنِّك تحطّي صباعِك في اللبن ويبقى اللبن سُخن أوي، يبقى دي مش درجة حرارة مناسبة. ولو أنتِ يعني استحملتِ أوي، برضه مش درجة حرارة مناسبة. المهم يعني عشان ما ألخبطكوش، إحنا هنحُط صباعنا كده في اللبن على خفيف، لو حسّيتِ إن هي درجة الحرارة السُخنة لدرجة إنِّك مستحملاها نُص، نُص، هي دي الحرارة المناسبة. بُصّوا كل سِت بيت بتبقى هي ميزان نَفْسها وهي الترمومتر كده بتاع الأكل. المهم يعني ولا يكون سُخن أوي ولا بارد أوي، ده المضمون يعني. أنا هنا عملت إيه، أنا خدت من على الوِش حبّة القشطة الحلوين كده اللي هم وِش اللبن، ورُحت حطيتهم في بولة مع أنا هنا حطيت نُص كوباية زبادي. ليه يا نيمو؟ علشان أنا عاملة نُص كيلو لبن بس، نُص كيلو لبن هتشوفوه هيطلّع لنا قد إيه، يعني بُصّوا ما شاء الله. لو أنتِ هتحطّي كيلو لبن، الكيلو عليه كوباية زبادي، هو ده المعيار المناسب، كيلو عليه كوباية زبادي. أي نوع زبادي عندِك، أنا ما كانش عندي زبادي قديم، لكن لو أنتِ عاملة الزبادي القمر ده ومتبقي معاكِ كوباية، خلاص هي دي اللي هتشتغلي بيها، هي دي اللي هتبقى الخميرة بتاعتنا. ما عندكيش يبقى معلش بقى هتتعبي معايا وتجيبي بس كوباية زبادي، أي نوع أنتِ بتفضّليه. بس في تركاية، يعني يا ريت لمّا تكوني هتعملي زبادي، يا إما الزبادي اللي كان عندِك أو زبادي من أي نوع شركات، ليه؟ عشان بيبقى في سِنّة كده مادة حافظة بتحفظ لنا الزبادي شوية، بلاش الزبادي البلدي، خلاص؟ المهم أنا عملت كده ورُحت دوّبت الزبادي بالمضرب كده اليدوي، ولا محتاجة مضرب كهربا ولا أي حاجة خالص. دوّبته شوية في شوية لبن ومعاه حبّة القشطة. ليه كده في الأول؟ علشان أضمن إن هو ما فيهوش أي تكتلات أو أي حاجة. بعدها نزلت بباقي نُص كيلو اللبن بتاعنا وقلّبتهم كويس جدًا، جدًا، جدًا مع بعض. خلاص كده، خلاص كده. عايزة أقول لكم كمان على تركاية، يعني أو معلومة يعني للعرايس الجداد، لمّا تيجي تغلي اللبن ما تخلّيش العين عالية أوي عليه، لأ ادّي له هدّي شوية مش أوي يعني، وادّي له فرصته إن هو يغلي كويس علشان يقتل أي ميكروبات أو أي جراثيم في اللبن. وكمان دايمًا كده قبل ما يبتدي إن هو يغلي، يعني قلّبي الوش حبّة، فاهمة؟ ليه؟ لإن دايمًا أي حاجة، يعني أنا كنت سمعت المعلومة دي من دكتور قبل كده، دايمًا أي ميكروبات أو جراثيم بتطلع على الوش، فأنتِ افضلي كده قلّبي عشان نضمن إن هو صحّي مليون المِيّة. بُصّوا بقى، في بقى خطوة أنا بصراحة ما عملتهاش لإني ما كانش عندي إيه، ما كانش عندي لبن بودر. لو أنتم عندكم أي نوع لبن بودر انزلي بمعلقة حلوة كده كبيرة وقلّبيهم يعني دوّبيهم تمامًا في اللبن بتاعنا. هتعمل إيه يا نيمو؟ بُصّوا بتخلّي طعم الزبادي خيال، خيال حقيقي. أولًا أنتِ بتزوّدي من قيمته الغذائية وكمان بتعزّزي الطعم جدًا وبتخلّي طعمه خيال. بس الصراحة أنا ما كانش عندي ومش هاقعد بقى أكلّف في نفسي وأجيب، ما كانش عندي. عندِك حُطّي، ما عندكيش برضه هتطلّعي أحلى وأطعم زبادي ممكن تاكليه، أطعم من بتاع برّه بمراحل. بعد كده جِبت البولات الصغنّنة بتاعتي، تقدري تحُطّي في البولات دي، تقدري تحُطّي في كوبايات، أي حاجة عندِك، بتكون زجاج طبعًا عشان تبقى كويسة. بتعبّي بقى زي ما أنتِ عاوزة. بُصّوا أنا من طبعي يا جماعة لمّا باجي أعمل الزبادي مش باعبّي البولة على آخرها، أو لو هاعمل في كوباية مش على آخرها. ليه؟ عشان الولاد عندي يعني يخلّصوها، أنا ما احبّش إن هُم ياخدوا جزء مثلًا أو نُص الكوباية ويحطّوا الباقي في التلاجة، لأ، أنا باعبّي كده على القد
مش باملاها على آخرها، والله اللي خلّص وعاوز تاني تمام وبألف هنا وشفا. لكن إنِّك تعملي بولة كبيرة أوي أو طبق كبير أوي وناس تاكل النُص وترجعي تاكلي النُص تاني، لأ مش عارفة، مش بافضّل الموضوع ده. المهم كل يعني ما شاء الله اللي هيطلع ده كله من نُص كيلو لبن بس. تاني هاقول لكم نُص كيلو اللبن عليه يعني نُص كوباية زبادي، لو أنتِ هتعملي كيلو لبن عليه كوباية كاملة زبادي. يالّا بقى تابعوا معايا عشان نشوف إحنا هنسويه إزاي دوّة، والّا هيخمر إزاي، والّا هيتعمل إزاي. زي ما قُلت لكم ولا هنحتاج فرن ولا ماكينة زبادي ولا صينية بمَيّة ولا أي حاجة خالص. بُصّوا بقى كده خلاص، بُصّوا عمل معايا قد إيه، أهو 2، 4، 5 وكمان هانزّل البولة السادسة دلوقتي من نُص كيلو لبن. اقعدوا بقى أنتم كده احسبوها مع نفسكم وشوفوا نُص كيلو اللبن ده إحنا بنجيبه بكام، ولو جبنا 6 علب زبادي هيعملوا كام. طبعًا فرق أضعاف. ده غير بقى إن أنتِ هنا عاملاه في البيت، ضامنة غليان اللبن، ضامنة نضافة الزبادي، ده غير بصراحة أطعم كتير، كتير، كتير من اللي بيتجاب من برّه. دي بقى طريقة التسوية، فين؟ في الميكروويف. بُصّوا يا جماعة، النهارده إحنا هنسويه في الميكروويف، هنعمله بنُص دقيقة بس. وطبعًا لو في حد هيقول لي: "يا نيمو طب أنا ما عنديش ميكروويف." إحنا هنا بنعمله بطرق مختلفة، وهاقول لكم دلوقتي لو ما عندكيش ميكروويف هتسويه إزاي برضه وبسرعة جدًا. فأنا دخلت كده بكل البولات اللي معايا في الميكروويف، ابتديت إن أنا أضبّطهم. وركّزوا معايا أوي، 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 لإن طريقة التسوية مهمة جدًا، 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 عشان ما تغلطيش أي غلطة وتلاقي إن كوباية الزبادي عملت معاكِ مَيّة كتير وما نجحتش في التسوية. أنا هنا عملت إيه، أنا ولّعت الميكروويف 30 ثانية بس أو بالكتير أوي دقيقة، يعني يا 30 ثانية يا دقيقة، طبعًا على حسب درجة حرارة الجو. لو مثلًا أنتِ أصلًا الجو ساقع بتبتدي إن أنتِ تعمليها دقيقة. أو أنتِ يعني بتبقي شايفة الزبادي من برّه وعارفة. المهم إن أنا هنا خلاص عملته دقيقة، فصلت الميكروويف وتسيبيه جوّه، اوعي، اوعي تفتحي عليه، واستنيت 10 دقايق. خلاص كده ركّزوا معايا. رُحت مولّعة الميكروويف تاني نُص دقيقة أو دقيقة، وبعدين بعد ما أخلّص طفيت وسِبته جوّه، كل ده وهو جوّه، واستنيت 10 دقايق. وتفضلي تعملي الحركة دي حوالي 4 مرات. يعني من 4 مرات ل5 مرات، أنتِ برضه بتبُصّي على الزبادي من برّه وتشوفيه، لو عملتيه 5 مرات مش هيجرى أي حاجة، بس مش أكتر من كده. أنتم فاهمينّي؟ تاني، إحنا بنحطه جوّه الميكروويف، بنولّع عليه من 30 ثانية لدقيقة، بس مش أكتر من دقيقة. يفصل، أسيبه ما افتحش عليه خالص، لإن هو هنا في مرحلة التخمير، هو هنا بيخمر، تمام؟ آآ أصبر عليه 10 دقايق أو حاجة، وبعدين أبتدي أولّع تاني نفس الموقف 30 ثانية أو دقيقة، وهكذا يعني المرات دي حوالي من 4 ل5 مرات مش أكتر من كده. ركّزوا بقى في اللي جاي. بعد كده هنعمل إيه، اوعي تفتحي عليه بعد ما تخلّصي المرة ال5 وتطلّعيه تحطيه في التلاجة، لأ غلط جدًا وهيطلّع مَيّة. أنتِ بتسيبيه لمدة ساعة كاملة جوّه الميكروويف علشان خاطر يعني يكمّل بقى إن هو يختمر كده. وتضمني إن هو خلاص استوى. طبعًا الميكروويف مقفول، إحنا بس بنسيبه، عارفين زي كده ما تسوّي الكيكة وما تفتحيش عليها على طول، أهو نفس الفكرة. بتسوّيه وما تفتحيش عليه على طول، تسيبيه ساعة، ساعة إلا ربع، وبعدين بتفتحي عليه وشوفوا بقى القمر، شوفوا القمر. إحنا بالذمة تعبنا في حاجة؟ والله ولا أي تعب ولا أي حاجة. بُصّوا طالع متماسك تمامًا، 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 وهتشوفوه معايا دلوقتي وهتشوفوا القوام بتاعه. وعايزة أقول لكم يعني الطعم يعني ما شاء الله، بجد حاجة كده كأنِك بتاكلي قشطة، يعني دي علبة قشطة مش علبة زبادي. بُصّوا بقى الحلاوة والطعامة. أنا هنا صوّرت لكم قبل كمان ما يتحط في التلاجة، يعني أنا هنا خلاص قفلت عليه وسِبته ساعة في الميكروويف والميكروويف مطفي، وصوّرت لكم المقطع ده. أنتم المفروض بقى بعد كده بتحطوه في التلاجة كده يسقع شوية وتاكلوه. بُصّوا القمر يا جماعة، بُصّوا متماسك تمامًا. هاقلب لكم أهو العلبة، ولا نقطة مَيّة وقعت على إيدي، ولا هو عامل مَيّة ولا أي حاجة خالص، خالص، خالص. يعني بُصّوا بقى أنتم هنا هتشوفوني أنا بادوقه، بصراحة أنا ما قدرتش. وعايزة أقول لكم كان في بولة تانية أنا كلتها، يعني أنتم لو تاخدوا بالكم هم ناقصين ليه، عشان أنا لمّا طلع من الميكروويف قُلت لأ أنا عايزة آكله كده وهو طازة وجميل. طعمه هو مش طعم زبادي، هو طعم قشطة. عارفة كده أنتِ بتاكلي بولة قشطة، حاجة كده فيها يعني دسمة كده، ويا سلام لو حطيتوا لها المعلقة بتاعة اللبن البودر زي ما قُلت لكم، حاجة جميلة جدًا، جدًا. هتشوفوا وأنا باكله، وبنتي كمان هتجربه، حلو أوي، أوي، أوي.
احنا ما تعبناش في حاجه، انت هتقفي كده تعملي فطار رمضان وتشغلي الميكروويف 30 ثانيه بس وبالطريقه اللي احنا قلنا عليها. او لو انت يا ستي بتغسلي شويه مواعين هتعمليه على طول في ثواني، عبال ما تشطبي المطبخ تكوني عملتي الزبادي القمر الدسم الحلو المغذي ده. طب يا نيمو اللي ما عندوش مايكرويف يعمل ايه؟ ولا تزعلي نفسك ولا تضايقي نفسك، انت هتمشي نفس الخطوات لحد ما احنا عبينا الزبادي في البولات او في الكوبايات. تمام كده؟ تمام كده. بعدين هتجيبي صينيه من الالومنيوم وتمليها شويه ميه مغليين من الكاتل يعني، وبعد كده تبتدي ترصي فيها البولات او الكوبايات دي، وتغطي الكوبايات الاول بسرفيس كبير كده، وبعدها بفوطه. تمام؟ تسيبيها على الرخامه بتاعتك 3 4 ساعات وهتاكلي اطعم واحلى زبادي. بس في تريكايه صغيره، الطريقه دي لو احنا في الصيف او الجو حلو يعني، اما لو الجو تلج قوي في الشتاء يا ريت تبقي مسخنه الفرن وطفياها، يعني اللي هي مجرد الفرن دافيه كده ومطفيه، وبعدين تجيبي صينيه الميه المغليه بتاعتك اللي احنا حطينا فيها البولات وتدخليها كده تخمر في الفرن اللي هي الدافيه اللي احنا عملناها. فاكرين طريقه زمان اللي كنا بناخدها في المدرسه في حصه الاقتصاد المنزلي؟ هي دي. ليه الفرن؟ عشان بس بتساعد ان درجه الحراره تخلي الزبادي يخمر اكتر. وطبعا الفرن مطفيه باكد عليكم، لان طبعا في الجو التلج اللي احنا فيه اي حاجه ما بتتخمرش، ده حتى العجين ما بيخمرش بسهوله. خلاص كده. فبجد بجد جربوا الزبادي، هيعجبكم جدا جدا جدا. حاجه نظيفه موفره في البيت هتنفعكم وفي ثواني، يعني زي ما بقول لكم اغسلي شويه المواعين واعملي الزبادي، اعملي الاكل بتاعك واعملي الزبادي، اعملي الفطار بتاعك واعملي الزبادي. قبل السحور ما لحقتيش تشتري زبادي، احنا هنشتري ليه؟ احنا هنعمله بنفسنا وعلى طول وفي ثواني. فيا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقه دي عجبتكم، جربوها بالف هنا يا رب على قلوبكم. وطبعا اللي يجربوا يكتب لي في الكومنتات، شير الفيديو على قد ما تقدروا عشان الكل يعرف الطريقه. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.